عندما تتحدث البنادق تطغى لغتها على مسرح الحديث، فلم يعد لدعاية العدو متسع من التضليل كي تفبرك وتنسج سيناريوهات جديدة مما دأبت عليه في سنوات سابقة من محاولات يائسة للمس من مصداقية ونبل وطهر قضيتنا العادلة، في وقت ما زالت لم تدرك أن زمن الوقاحة والفجور قد انتهى مع 13 من نوفمبر، وأنه لم يعد بمقدور مملكة الحشيش أن تقنع العالم بأنها تمتلك من المصداقية ما هو جدير بترسيم مشروع الاحتلال الواهي لأرضنا، ولا انتشال نفسها من عجرفة نظامها البائد والعاجز إن يكون في مستوى أمال المواطن المغربي البسيط المثقل بهموم البطالة وغلاء المعيشة وفساد النظام وسوء تدبير تداعيات كورونا التي أرخت سدولها على كل المدن والمداشر المغربية بثقل غير مسبوق. إننا ونحن نتابع وبكل فخر واعتزاز نتائج سلسلة الهجمات التي تنزل صباحا ومساء على رؤوس جنود الاحتلال المتخندقين في جحورهم بجدار الذل والعار، معلنة لهم أن زمن التريث قد انتهى، والتشاور مع رعاة الاستعمار لم يعد مجديا، والصافرة الآن بيد مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي الذين يتكئون على رصيد من الإرادة القوية مما يؤهلهم لانتزاع حق شعبهم في الحرية والاستقلال مهما كانت التضحيات. نعم، غداة استئناف العمل المسلح بالصحراء الغربية نزف للعالم رسالتنا بأننا لسنا لاجئي رغيف خبز، بل لاجئ قضية تتعالى بسموها فوق كلمات قواميس الإنسانية، فتضعضع فحواها حربا ضروسا كي تستسيق الكرامة رحيقها وتستمد مداها من سيادة البندقية التي حاول الاحتلال المغربي استثمار جنوحها للسلم للمقايضة وترسيم الهيمنة، بيد أن شعبنا وبنخوته المعهودة يتسامى بكرامته غير القابلة للمساومة لتعانق الاستقلال الوطني بضريبة الشهداء والمعتقلين وضحايا الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي، وبانتفاضة متأججة على إيقاع رغم كل الجبروت. نحن شعب لا يموت، هكذا اختار مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي الأشاوس أن يترفعوا بنخوة تجمع لآلئها لتسوقها ثمنا للاستقلال الوطني، فلا محاولات التقتيل والاضطهاد الممنهج ضد حرائرنا بالجزء المحتل من ترابنا الوطني سيثني عزائمهم، ولا جدار الذل والعار المغربي سيمنعهم من دك معاقل خفافيش تساق كالخرفان إلى حيث لا ترجى لها عودة.